امتنع عن الأكل وبقى حاسس إنه وبيذاكر علشان يتعلم يربي ولاده بعد انفصاله، وهيعمل اللي محدش يتوقعه لو حد جاب سيرة مها الصغير بالوحش وما مدش إيده عليها، واللي عملته معاه ما يخطرش على البال. وكريم عبد العزيز صاحبه من أيام الطفولة، وشايف محمد رمضان ما غلطش لما قال على نفسه نمبر 1، واللي حصل بينهم زمان محدش يتوقعه، وشايف نفسه فارس السينما المصرية. وكشف مفاجأة بشأن اعتزال محمد سامي، أسرار مثيرة عن أحمد السقا بعد انفصاله عن مراته مها الصغير. يا ترى إيه اللي حصل معاه بعد الانفصال، واللي بيحب ابنه ياسين اكتر من ولاده التانيين؟ كل ده واكتر هتعرفوه معايا في الفيديو ده، بس ما تروحوش لبعيد. احمد السقا حياته اتشقلبت خالص بعد ما انفصل عن مراته مها الصغير ام ولاده، وعايش اللي ما كانش في يوم يتوقع يعيشه او حتى يمر عليه. اللي حصل معاه صعب قوي لدرجه انك هتقول الله يكون في عونه ويقويه على اللي بيعيشه وشافه. احمد السقا يا جماعه اقصى من حياته كانت طبيعيه جدا مع مراته مها الصغير، وفجاه في يوم وليله حالها اتغير وحصل الانفصال لدرجه انه اتعلم حكمه وهي اللي معاه لحد النهارده. الحكمه دي اللي معاك النهارده بكره مش هيكون معاك. طيب يا احمد، مديت ايدك عليها او طولت لسانك؟ قال لك ما اقدرش اعمل كده، وطول سنين الجواز عمري ما عملت كده معاها، ولا هي كمان عملت كده، وانفصلنا بشكل محترم جدا. اكيد طبعا دلوقتي هتقولوا طب والبلاغ اللي عملته فيه؟ قال لك لا، ده كان بلاغ اداري ومش منها خالص، واللي عمل كده كان عنده هدف معين والموضوع خلاص خلص. حالته النفسيه تعبت جدا لدرجه انه دخل في شهر ممتنع عن الاكل تماما، وبيقول مش قادر ابلع اللقمه غصب عني. الموضوع كان اكبر مني وحصل فجاه بعد ما كانت الحياه كويسه ما بيننا. وبعد الانفصال لقى نفسه مش بس اب، وبقى شايل مسؤوليه 3 عيال بعد ما هي سابت البيت ومشيت، وبقى بيذاكر ويقرا كتب عشان يعرف يربي ولاده وازاي يبقى معاهم، ويعمل اللي هي كانت بتعمله قبل الانفصال عشان ما يحسوش باي نقص خالص. ورغم كده هو مستمتع جدا باحساس الامومه اللي بقى حاسه بعد الانفصال، وبيقول انا حقيقي سعيد جدا بيه، بالذات ان لقيتني بعرف اعمل حاجات كتير الام بتعملها ما عدا طبعا الحمل، دي مش بتاعتي. شايفين بعد كل ده بيقول اللي بيجيب سيرتها بكلمه وحشه هيخيط له بقه، عشان كانت في يوم من الايام مراته وام عياله ما يحبش حد يتكلم عنها وحش ولا يجيب سيرتها. مهما عملت ومهما حصل لا يمكن يقبل عليها اي حاجه وحشه، وبيتمنى يشوفها في احسن حال. احمد السقا بيقول ان ابنه ياسين الكبير خرب بيته بمعنى الكلمه، ودرس كل حاجه ليها علاقه بالفن بره مصر، وهو رفض يساعده ويديله اي فرصه في التمثيل، وقال له انا ماليش دعوه بيك، لما تنجح هبقى اقف جنبك. وتخيلوا انه ما كانش يعرف حاجه خالص عن مشاركه ابنه ياسين في مسلسل سيد الناس، واتفاجئ بالموضوع في اول يوم تصوير لابنه، بس طبعا فرح لان ياسين ده نن عين ابوه اللي واقف في ظهره وبيدعمه دايما. وبما اننا جبنا سيره محمد سامي، فالسقا اكد انه ما اعتزلش الدراما، بالعكس هو بعد شويه بس عشان يذاكر سينما، لانه حابب يدخل السينما اكتر الفتره الجايه. اما بقى عن علاقته بالفنان كريم عبد العزيز، فطلعت من ايام الطفوله وهم عندهم 12 سنه في ظهر بعض ومع بعض في كل حاجه. احمد السقا شايف ان محمد رمضان ما غلطش لما قال نمبر 1 على نفسه، لان ما كانش يقصد يقول كده على نفسه، بس الناس هي اللي طلعت عليه اللقب ده. والمفاجاه انه طلع كمان صاحبه وبينهم تاريخ كبير، بس ما يقدرش يتكلم عنه غير لما يستأذن رمضان الاول. وبمناسبه الالقاب، فالسقا شايف نفسه فارس السينما المصريه بعد الفنان احمد مظهر. تفتكروا ممكن مها الصغير ترجع للسقا تاني؟